و80,000 واحد مصاب، منهم 70% عمليات خطره، يعني مش هيقوم منها، ولو قام هيقوم معاها مستديمه. ده بالاضافه ل 100,000 واحد مفقود من التدمير الشامل اللي شغال هنا. ثالث حاجه من ضمن القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الاربع، عدم استهداف المستشفيات، لان العمليات العسكريه هتسفر عن اصابات. طب عايزين نتعالجوا في ظل وضع الحرب، عايزين نتعالجوا، انت مش موفر لهم سبل الحياه، ده انت بتدمر المستشفيات. تاني او من ضمن مبادئ الحرب، من ضمن مبادئ القانون الدولي، هو فتح مسارات او ممرات امنه لدخول المساعدات للشعب الفلسطيني. طب هل انت اسرائيل عملت هذا الكلام؟ لا. رغم ان دي واجبات اعتبرها سلطه احتلال، والمجتمع الدولي ومسؤولياته تجاه اسرائيل ان هو يضغط عليها عشان تلتزم بهذا الموضوع، ولكن هذا الكلام لا يحدث. طب يعني في ظل الموقف العنيف اللي انتم شايفينه، ولما يجي 1.5 مليون واحد، مليون فلسطيني عايشين فوق في المدن اللي فوق، اللي هي بيت حنون وبيت لاهيا وجباليا وغزه، عمليات استهداف بجميع وسائل النظام بريا، القوات البريه اللي هي الدبابات والمركبات المدرعه والمدفعيه، وعمال يضرب. جويا باستخدام القوات الجويه. بتضرب ايه؟ بتضرب مين؟ المقاومه موجوده تحت الارض لغايه ما دمر في الشمال، لا واكثر من كده، واجبر الفلسطينيين على انهم ينزحوا من الشمال الى وسط. طب الناس نتيجه الضغط والحروب هربوا من الشمال للوسط. خلص الشمال، راح عامل حصار في الشمال، وراح داخل على الوسط قاعد يدمر فيه. بعد ما دمر فيه، لا، انزلوا في الجنوب، انزلوا رفح. ولما اعلنت القياده السياسيه المدركه تماما بالمخططات الاسرائيليه ان تواجد الفلسطينيين او الكثافه اللي موجوده هنا في رفح، احنا قلنا ان رفح خط احمر. يعني ايه؟ يعني يا اسرائيل ما تفكريش انك انت تهجمي على رفح عشان تضغطوا على الفلسطينيين، عشان تخلوهم او تهجروهم عندنا. لن نقبل. ليه لن نقبل يا فندم؟ لان احنا زي ما قالت القياده السياسيه نحيي صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بارضه، لان هو لو حصل عمليات التهجير، اسرائيل لها هدف قومي بتسعى اليه. ما هو هذا الهدف القومي؟ هو اقامه دوله يهوديه نقيه. يعني ايه نقيه؟ يعني خاليه من اي حد غير يهودي. الفلسطينيين دول مش يهود، دول مسلمين واخواتنا المسيحيين، هم مش عايزينهم، يروحوا زارعينهم عندنا. اللي موجودين في الضفه الغربيه دول مش يهود، عايزين برضه يضغطوا عليهم من عمليات الحصار المستمر وفرض الطوق الامني المستمر وعمليات الكمائن المفاجئه والتفتيش المنازل باستمرار في المدن اللي موجوده في الضفه الغربيه هنا. كل عمليات التضييق والحصار دي عايز يجبر الفلسطينيين ان انا بعد الضغط ده هجبرك انك انت تروح ناحيه الاردن ومصر تتولى مسؤوليه الفلسطينيين وتفضلهم حته ارض كده في سيناء والاردن تضغط. الكلام ده مرفوض شعبيا في مصر وحكومه وقياده. أنا بس يا فندم حبيت أنوه لحضراتكم، الدولة المصرية بتبذل جهود مشرفة جدا لنا أن نفخر بها، لأننا ندرك تماما أن القضية الفلسطينية وحل القضية الفلسطينية لن يتأتى إلا بتوفر عدد من الشروط. معلش أنا هحكي أحمد بن حسن. لا يا فندم، احتراما للناس بس عشان بس
اول هذه الشروط، معلش يعني انا صادق معاكم شويه، ان لازم يبقى فيه مصالحه فلسطينيه. يعني ما ينفعش يبقى فيه فصيل موجود في قطاع غزه اسمه حماس هو اللي مسيطر على قطاع غزه، وفصيل اخر في الضفه الغربيه اسمه فتح هو اللي مسيطر على الضفه الغربيه. طب احنا عشان معلش يعني عشان عايزين نتكلم مع حد، ولا نتكلم مع مين؟ مع حماس ولا مع فتح اللي موجود؟ مش عارفين. فلا بد من تحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني اول شرط. يعني ما يبقاش في حاجه اسمها فتح وحماس، يبقى في حاجه اسمها فلسطين او دوله فلسطين. والممثل الشرعي كالحال المعترف به مصريا وعربيا ودوليا هي منظمه التحرير الفلسطينيه، لانها هي الممثل الوحيد او الشرعي للدوله الفلسطينيه. ثاني شرط عشان نحل اللغز العنيف ده او المشكله او القضيه العنيفه دي، قضيه العرب او القضيه المحوريه دي، لازم يبقى في توفر اراده سياسيه في اسرائيل. يعني انتوا عارفين ان اسرائيل احزاب، والرئيس الحالي نتنياهو تبع ائتلاف حزبي في الكنيسة، هو كان تبع الليكود. طيب هل يتنازل او يقدم تنازلات لصالح اقامه الدوله الفلسطينيه ويخلي القدس الشرقيه عاصمه لاسرائيل؟ لا يجوز، هيعتبروه عميل وخاين. لان كل حزب من الاحزاب ليه ثوابت في السياسه بتاعته. كل هذه الاحزاب تتفق على ان القدس عاصمه ابديه لاسرائيل، مفيش تنازل عنها. حزب الليكود قد يكون متشدد شويه. يعني ايه متشدد شويه؟ يعني انا مش هسمح بالتوسع، يعني ايه مش هزود التوسع الاستيطاني قد كده. حزب العمل يقول لك لا انا هقلل شويه التوسع الاستيطاني عشان ما استفزش المجتمع الدولي لان هو بيساندنا. فهناك توجهات لهذه الاحزاب ما يقدرش يحتاج عنها والا يبقى عميل ويتحاكم. زي ما هو حاليا دلوقتي فرض اهداف الحرب من طوفان الاقصى اللي حصلت، ان انا هقضي على حركه حماس، ان انا هحرر الاسرى اللي تم، والكلام ده كله طبعا ما تمش ومش هيتم. ولكن عايز اقول لحضرتك ان اجلا او عاجلا هتنتهي الحرب وهيبقى في بديل او يبقى في حل للقضيه الفلسطينيه وبوجود الدوله المصريه. يعني هيبقى في حل دولتين ان شاء الله قدام.